كان يا مكان يا سعد يا إكرام وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في دفعة هنسميهم كده كدلع إعدادي. الدفعة دي بتقرب على مشارف نهاية أول سنة ليها، ومن السنة الجاية هتبدأ تتخصص، فبيتحطوا في وجه ما يعرف باسم Choosing Department Paradox أو معضلة اختيار القسم. ودي معضلة علمية أنا واتنين صحابي عملناها. المعضلة دي الشخص اللي بيعاني منها بيكون عنده مشاكل في إن هو يحدد عايز يكمل في أنهي قسم. ولو أنت بتفكر تخش قسم نحت فالفيديو ده ليك، كمل. قسم نحت هو أصغر أقسام كلية الفنون الجميلة من حيث عدد الطلبة، فعلى عكس مثلا قسم جرافيك اللي الدفعة فيه بتتراوح ما بين 200 ل 400، أو مثلا قسم تصوير اللي الدفعة فيه بتلعب ما بين ال70 وال100، قسم نحت بيصارع عشان يوصل ل 20 طالب في القسم. عدد الناس في نحت بيبقى قليل لأن المجتمع بتاعنا أو فكرة الأهالي أو كده إن هم دايما بيبقوا سياسة واقتصاد أو إن هو شرطة أو تبقى محامي. ففكره ان انت اصلا تخش فنون جميله او كده بيشوفوك ان انت ايه ده بس مع الوقت يعني بتكتشف ان انت كل واحد ليه حتته وكل واحد بيعمل حاجه اللي هو بيحبها. في الاول وفي الاخر كلنا بنكمل بعض وكلنا بنتلاقى في نقطه واحده. وعلى عكس مثلا قسم جرافيك اللي انت بتتشعب فيه اول ما بتخش وبتبدا تدرس على اساس شعبتك، قسم نحت مش بيمشي كده. قسم نحت في شعب جوه، لكن في البدايه انت بتدرس كل حاجه في نحت. وفي ايجاز شعب نحت هي شعبة ميداني وشعبة بارز وغائر وشعبة عرائس واقنعه. شعبة الميداني اللي هو الحاجات الميدانية نقدر نلف حواليها ونقدر نشوفها من كل مكان من كل زاويه. نحت البارز او الجداري حاجه نقدر نشوفها من مكان واحد او على جدار من الاخر، بس ممكن برضه تشوف من كذا مكان برضه. الركن البعيد الهادي هو افضل وصف القسم نحت. هو يمكن مش هادي قوي، لكنه فعلا تحس ركن بعيد كده على جنب بشغله بدنيته بحواراته. يعني انصحك تبقى قوي كده شويه من جوه، تتقبل الاراء وتبقى يعني مرن في تقبل الاراء ومرن في ان انت عادي ممكن التمثال تقعد تشتغل عليه يوم واثنين وثلاثه، وممكن تيجي قبل التحكيم كام يوم وتهد وتبني تاني. الفرق ما بين اولى او اعدادي سنه اولى فرق كبير قوي ما بين حته ان انت تعرف تمسك ادواتك، تبقى عارف انت بتستخدم ادوات ايه اصلا، تعرف وتشوف الشغل بتاعك، تشوف الزوايا اللي انت بتنحت منها. دي من اكتر الحاجات اللي كانت فرقالي. لكن كنحت وكده لا، هو كان من دون حاجات كتير قوي في اعدادي وكده. الدكاتره او المعيدين عادي بيقولوا لك الحقيقه، مش عامل حاجه تحفه، خصوصا ان انت لسه بتبدا ولسه بتتعلم ومش بروفيشنال، فاكيد هيبقى عندك اخطاء كتير، فلازم يقولوا لك الاخطاء بمنتهى الوضوح ولازم تتقبلها. اكيد انت دلوقتي بتتساءل هو انا ليه مش بصور جوه قسم نحت؟ احب اقول لك ان القسم فيه روح غريبه شويه. لا مش قصدي فايبس، القسم مسكون. يعني تقدر تقول ان علاقتي الشخصيه بقسم نحت كده زي علاقتك انت وطنط الحرباء، حاجه كده يعني. لكن ما ننكرش ان قسم نحت بيطلع منه شغل يخطف العيون، وعلى توصيف البعض جذاب لدرجه العذاب. يعني فكره ان انت تعمل تمثال ويكون موجود في ميدان والناس تشوفه ويفضلوا يقولوا حاجه حلوه وكده، بحس ان ده اثر ممكن تسيبه الاجيال بعدين او لحد يشوفه بعدين. كده مفيش حد بيفضل عايش في الدنيا كتير، فكده الاثر مش بيبقى موجود دايما، بس بنحاول. وما بيسيبوناش في نص الطريق اللي هو او يرمونا في البحر وهم انت، دي مش حاجه بتحصل هنا. في نفس الوقت مش يعني ما حدش بيجي يبني لك التمثال او كده، بس بجد بيعلموك from A to Z. وزي كل اقسام فنون جميله لرواد ولمحبيه، وانت بتنال جزء من التجربه في اعدادي عشان يبقى عندك فكره عن اللي انت هتدخل عليه لو قررت تخش قسم نحت. الحاجه اللي انت بتحبها من صغرك بتلاقي ان مع الوقت في طرق بتفتح لك ان انت لا انت هنا وده مكانك. بس فعلا الناس هنا معظمها دكاتره ومعيدين، حتى الموديلز اللي في الكليه اللي في القسم هنا بجد يعني بحبهم جدا، فدي حاجه حبيتها. فكر في الحاجه اللي انت بتحبها كويس اعمل الحاجه اللي انت بتحبها، ما تستناش ان حد يقول لك حاجه هو شايفها لمصلحتك قد ما انت تبقى شايفها انت لمصلحتك، وان انت اللي هتعيش مش هو اللي هيعيش بس. وفي الختام النحت فن جميل ولرواده ومحبيه، ولو انت كنت من المحاضيض اللي هيجي لهم الفرصه ان هم يشتغلوا في القسم، فاحب اقول لك ان انت على موعد مع كتير من الفن والابداع. شكر خاص للناس اللي صورت معاهم في الفيديو، ولو الفيديو عجبك اعمل لايك وشارك الفيديو عشان يقدر يوصل لاكبر عدد من الناس، ولو عايز تعرف اكتر اعمل اشتراك. وفي الختام انا عبد الرحمن يسري، واهلا بكم في يسري الوثائقيه.